السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال دايما يا رب. النهارده هشوي معاكم فراخ بطريقة جميلة جدا، تتبيلة حلوة قوي. بس طبعا الفيديو مختلف عن اي فيديو تاني لان هنا انا شويت الفراخ، وطبعا ما اتغديناش بيها في البيت، احنا خدنا الفراخ واتغدينا بره. يعني هاخدكم معانا كده، هتشوفوا حاجات بسيطة كده بس من الخروجة بتاعتنا، لان معرفتش اصور كتير، طبعا الناس بتبقى ماشية وكده فمعرفتش اصور ولا اخد راحتي. بس تقولي رأيكم بقى عندنا في البلد، هي البلد دي اللي انا متجوزة فيها. فتقولي رأيكم وكده. بس في البداية طبعا قبل ما اقول بقى الفيديو ونقول الوصفة، بحب اشكر كل اخواتي وكل حبايبي، كل اللي بيشارك عندي وينورني، كل اللي بيكتب لنا كومنت حلو كده ويشجعني بيه. نقول له جزاك الله خيرا، وربنا يجعل كل كلمة حلوة بتقولوها يا رب في ميزان حسناتكم ان شاء الله، وما تحرمش منكم ابدا. وبطلب كده من اخواتي وحبايبي، ما تستخسروش فينا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك وما تستخسروش فينا، عشان ده اللي بيرفع من الفيديو وهيفرق برضو معانا في القناة، وكلنا نشجع بعض كده وربنا يوفقنا يا رب جميعا. نشوف الوصفة بتاعتنا وهنشوف هنعمل ايه في التتبيلة. التتبيلة دي انا هضربها في الخلاط، فجبت الشفشة بتاع الخلاط. اول حاجة خالص حطيتها معلقة كبيرة صلصة بس ممسوحة، مش مليانة قوي، لان الفراخ اللي كانت عندي كانت كمية صغيرة. معايا واحدة بصل صغيرة، واحدة طماطم برضو صغيرة، واحدة فلفل. الفلفل اللي هو التخين ده، اللي هو البلدي العادي يعني، مش الفلفل الالوان. ممكن تحطي فص ثوم، انا ما حطيتش ثوم لاني كسلت اقشر ثوم، بس ممكن تحطي فص ثوم. وبرده كل ده هيتضرب معاكي في الخلاط. ممكن تحطي واحدة شطة لو بتحبي الشطة. ده صوص الباربيكيو، حطيت معلقتين. لو مش موجودة عندك الحاجات دي ممكن تستغنى عنها، انا اكتر مرات والله بتبلها ببصل وطماطم بس وخل وليمون وخلاص، بتبقى جميلة جدا. وده معلقتين، معلقة ونص كده او معلقة واحدة صويا صوص، كان اخر حبة في الازازة. حطيتهم، ومعلقة عصير ليمون كبيرة. وهنا بقى معايا البهارات، معايا ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبهارات فراخ وبابريكا. كل ده معلقة صغيرة. معلقة يعني الفلفل الأسود بحط حوالي معلقة إلا ربع كده، مش بكتر عشان ما تحرقش يعني، ما تبقاش مشطشطة أوي كده معايا. الملح بظبطه، بضرب الحاجات دي في الخلاط وبدوق الملح بتاعها. حسيت إنها محتاجة ملح تاني بحط لها. حطيت معلقة صغيرة كده ممسوحة سكر. السكر برضو هيخلي الفراخ معايا تكرمل كده، تبقى لونها حلو. ممكن تحطي عسل نحل، لو موجود عندك عسل نحل حطي عسل بدل السكر، طبعا هيكون افضل. هنا بقى التتبيله، بعد ما ضربتها في الخلاط دقتها وشفت الملح بتاعها لقيته مظبوط. انا حطيت حوالي معلقه صغيره، انا ما بحبش اكتر ملح في الفراخ عشان ما تبقاش حادقه معايا كده وتشرب ملح كتير مش هتبقى حلوه. اتبلها بقى الفراخ دي، انا كنت خاليه العظم بتاعها، لان طبعا ادام ما كناش هنتغدى في البيت مش هينفع اخد معايا الاكل ويكون فيه عظم كده، وهيغلبني يعني في الطريق برضو في الاكل، مش هنعرف ناخد الحاجه اللي زي كده معانا. فدي كانت اوراق فراخ، مع برضو صدور وكده، فكلها يعني شفتها كده، خليت العظم اللي فيها، شلت العظم اللي فيها كلها، وتبلتها كده وسبتها في التلاجة بقى اقل حاجه خالص. بتسيبيها حوالي كده اقل حاجه ساعتين، ممكن تسيبيها ليله كامله. انا طبعا يعني اشتغلت فيها كده من الصبح، تبلتها واشتغلت فيها بعد العصر، كنا هنخرج متاخر، والفراخ ده مخليه مش بتاخد وقت. هنا بعد بقى ما خرجتها من التلاجة، يعني بدهن بقى السلك اللي هو او الشوايه اللي انا هشوي عليها دي، بدهنها زيت عشان الفراخ ما تلزقش عليها. دهنه كده مسحه كده خفيفه بس عشان الفراخ طبعا الجلد بتاعي وانا بشيلها او اقلبها، الجلد بتاعها ما يشالش معايا. برص بقى كده الفراخ بالراحه كده وبحاول افردها علشان تستوي معايا، طبعا انها ما فيش عظم هتستوي معايا بسرعه مش هتاخد وقت. لما يكون الفراخ بالعظم بتاعها بتاخد وقت شويه. وما شاء الله كانت كبيرة يعني هي شكلها كده صغير، بس لما بنخرج احنا ما بنقدرش ناكل هناك. ده كان جناح لقيته في الكيس اللي انا كنت حاطه في الفراخ، ما رضيتش ارجعه تاني التلاجة، فرحت حاطاه برده مع الفراخ عادي. التتبيله بقى بحطها كلها كده عليها. الصينيه دي كنت حاطه فيها ميه، ممكن تحطي بقى فيها شويه بهارات وشويه بصل، ريحتهم كده هتطلع في قلب الفراخ، هتبقى ريحتها حلوه قوي. وهنا بقى قطعت واحده بصله كده صغيره، حطيتها برده مع الفراخ اشويها يعني مع الفراخ، وكام واحده فلفل، لان انا كنت قايله لاولادي يجيبوا مخلل وانا مش باكل مخلل بتاع بره، فانا كنت بحب الشطه كتير يعني. فطبعا المفروض ما كانتش اتحرقت قوي الشطه، بس يعني هي اتحرقت معايا شويه، فالمفروض كنت حاططها تحت الفراخ، ما كنتش حاططها كده فوق الوش. حطيتها بقى في الفرن الاول تاخد بس كده الاول تستوي، وبعد كده شغلت بقى الشعل اللي على الجنب، او تشغلي الشوايه الموجوده عندك. كل شويه كنت بخرجها بقى واقلبها من الجنب ده للجنب ده، واخد ميه من بتاع اللي هي في الصينيه اللي تحت الفراخ دي، وارشها على الفراخ عشان تفضل وشها كده بيلمع وتطلع شكلها حلو. كده شكل الفراخ بتاعتنا بعد ما شويتها هيت ما شاء الله طيبة ومستوية جميلة جدا. وصراحة كان طعمها حلو قوي. طيبة وحلوة خالص، مش يعني مش محتاجة حاجة تاني، ما شاء الله جميلة جدا.
ولو وصلتي معايا بقى لحد كده يا ريت ما تنسيش بقى اللايك، ويلا بقى نشوف كده الخروجه بتاعتنا ونشوف بقى رحنا فين. وطبعا بقى لو مش حابه تكملي الفيديو انت كده بقى براحتك، نقول كتر خيرك برضو. بس انا حبيت برضو اوريكم يعني يومنا كده في يوم الخروجه لما حبينا نخرج مع بعض. احنا كان بقالنا حوالي يعني من ساعه ما بنتي بدات دروس ثالثه ثانوي احنا ما خرجناش اصلا، يعني يعتبر بس اخرج اجيب طلباتي وخلاص وارجع تاني البيت. وهي بصراحه برضو كانت سنه تقيله عليا جدا. سنة سليمة برضو، لا عرفت تروح مثلا عند بيت جدها ولا تخرج ولا أي حاجة خالص. فكانت سنة صعبة عليها، فطبعا مصدقة إن هي خدت أجازة. مع إنها والله قلقانة جدا يعني مستنية النتيجة. قلقانة طبعا ومتوترة. بس قلنا طبعا عشان برضو القلق بتاعها ده فنخرج مع بعض، فقلت خلاص نعمل أكل ونخرج ايه. ناكله بقى على البحر كده. مكان بقى طبعا على القد يعني حاجة بسيطة كده في بلدنا. بس تقولي لي رأيكم. دي بلدي اللي أنا متجوزة فيها، طبعا بلدي أنا بلد أهلي بعيدة شوية، مش هنا مش قريبة يعني مني، في مسافة بينا وبينهم كده، في مسافة بعيدة شوية. بس فكده قلنا نخرج بقى كده شوية احنا ولادنا. ففي الوقت ده بقى كان خلاص المغرب بتأذن، جوزي بقى قال لنا خلاص وقفوا هنا لحد ما اروح اصلي واجي. وقفنا بقى طبعا مش عارفين نعمل ايه، فقلنا خلاص نتصور بقى، طبعا مفيش مكان نقعد فيه. خلاص بقى مفيش مسجد في المنطقة دي، كان مفيش مسجد للسيدات. فطبعا احنا كنا هنصلي قدام شوية هناك عند البحر، كان فيه طبعا مسجد. فقلنا خلاص احنا هنصلي قدام، هو طبعا راح صلى بقى وجاب لنا حاجة ساقعة وكده الحاجات اللي احنا ناخدها معانا. وانا كنت شوايه فراخ. طبعا قعدت اسال على عيش ما لقيتش، فعملت رز برضو قبل ما امشي. المهم يعني عملنا اكلنا وطلعنا بقى هناك وكلنا، طبعا في ناس كتير مش احنا بس اللي بنروح. ناس كتير جدا لان الجو حر في البيوت جدا، ناس زهقانه. فطبعا ناس كتيره بتروح وتخرج بقى هناك على البحر وتقعد فيه، يعني في ناس بيقعدوا لحد الفجر. طبعا احنا مش بنقعد لحد الفجر، احنا شويه كده بس بنروح على طول. ما فيش وقت او ما بيستحملوش او يعني جوزي ما بيحبش يقعد كتير يعني بيزهق بسرعه. طبعا صورنا بقى جنب الشجر ده، طبعا هو كان موقفنا الحمد لله إنه وقفنا برضو جنب حتة كده فيها شجر كده. ولادي بقى قالوا هنصور فيها، وقفوا بقى شوية كده اتصوروا فيها. عادي طبعا دي رحاب، دي عادي بالنسبة لها، عادي بتتصور كده عادي ماسكة الكاميرا بتصور. ومحمد ده اللي وقف جنبها، طبعا انا وندى اللي واقفين بعيد ملناش دعوة خالص باللي هما بيعملوه ده. فضلنا بقى واقفين شوية بقى لحد ما باباهم صلى طبعا. دي الدنيا بقى بتضلم. انا كنت عايزه اصور لكم بقى وقت البحر، بصراحه كان جو جميل جدا هناك، كنت عايزه اوريه لكم بقى في النهار. لان طبعا الدنيا بتبقى ضلمه هناك، مع يعني في الليل كده ما ينفعش نصور خالص، كانت الدنيا ضلمه جدا. صورت لكم حاجه كده بس على السريع، بس ما كانش واضحه قوي. هنا بقى رحاب ومحمد طبعا عمالين يصوروا مع نفسهم بقى فرحانين بالشجر اللي وراهم ده. وبصراحه مصدقوا التانيين يخرجوا. لان برضو يعني اعتبر برضو هما التانيين ما كانش في خروجات الا لما كنت انا مثلا بروح يوم كده على السريع. ما فيش كام ساعة كده عند جدهم يعني ونيجي على طول. طبعا سايبة ندى في البيت عشان عندها مذاكرة، ما كانتش بتيجي معايا فما كنتش بأخر. كده بقى خلاص كنا قربنا نوصل بقى، خلاص المكان كده قرب اهو، بس بوريكم بقى وقت الغروب. هو ما شاء الله كان الجو جميل جدا. طبعا كده احنا اصلا في الارياف، طبعا هو الجو بتاع الارياف برضو جميل جدا، زرع بقى ومكان كده واسع ما شاء الله، يعني برضو مكان حلو قوي. بس طبعا احنا يعني مش بنخرج كتير، يعني طبعا احنا اكتر قعدتنا في البيت. وممكن لو زهقنا طبعا من تحت لان الجو حر قوي في البيت جدا. كنا بنطلع بقى فوق على السطح، نفضل قاعدين بقى على السطح، ما شاء الله برضو الجو فوق بيبقى حلو قوي. طبعا بس حبينا بقى نغير بقى، مش هينفع بقى كل يوم كده على الصبح، حبينا نخرج بقى خروجه كده. مؤقتا بس يعني لحد بنتي كده الاجازه بتاعتها بقى، هي مش الاجازه مش هتيجي عندها الا لما تطمن ان شاء الله على النتيجه بتاعتها، ربنا يفرحهم كلهم يا رب، كل اولادنا في الثانويه العامه ربنا يفرحهم ويسعدهم يا رب اللهم امين. هنا بقى دي المعديه اللي في البحر، هنا دي البحر ده اللي في بلدنا. بنركب المعديه بنروح بقى طبعا على الشاطئ التاني. بنقعد بقى هناك شويه بقى في كافيتيريا وفي يعني اماكن كده نقعد فيها، بس طبعا كان برضو ضلمه. وكان طبعا محمد كان بيحب ينزل في الميه بقى في البحر وكده. طبعا زي ما قلت لكم بقى معرفش كان ايه اللي حصل، فطبعا محمد معرفش ينزل الميه. فخلاص كان كده حلو بقى، وهو ده كان يومنا، مع الف سلامه، السلام عليكم.